حماد بن سمرة رضي الله عنه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في صفة بالمدينة، فقال: إني رأيت البارحة عجبا، رأيت رجلا من أمتي أتاه ملك الموت ليقبض روحه، فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته الشياطين، فجاءه ذكر الله فطرد الشياطين عنه. ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب، فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا، كلما دنا من حوض منع وطرد، فجاءه صيام رمضان فأصفاه وأرواه. ورأيت رجلا من أمتي ورأيت النبيين جلوسا حلقا، كلما دنا إلى حلقة طرد ومنع، فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي. ورأيت رجلا من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمة، وهو متحير في ذلك. فجاءه حجه وعمرته فاستخرجاه من الظلمة وأدخلاه في النور. ورأيت رجلا من أمتي يتقي وهج النار وشررها، فجاءته صدقته فصارت سترا بينه وبين النار وظلا على رأسه. ورأيت رجلا من أمتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه، فجاءته صلته لرحمه فقالت: يا معشر المؤمنين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤمنون وصافحوه وصافحهم. ورأيت رجلا من أمتي احتوشته الزبانية، فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، فاستنقذه من أيديهم وأدخله في ملائكة الرحمة. ورأيت رجلا من أمتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب، فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل. ورأيت رجلا من أمتي قد ذهبت صحيفته من قبل شماله، فجاءه خوفه من الله عز وجل فأخذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه، فجاءه أفراطه فتثقلوا ميزانه. وأفراطه هم أولاده الصغار من ذكور أو إناث. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم، فجاءه رجاؤه في الله عز وجل فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي قد هوى في النار، فجاءته دمعته التي قد بكاها من خشية الله فاستنقذته من ذلك. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يرعد كما ترعد السعفة في ريح عاصف، فجاءه حسن ظنه في الله فسكن رعجته ومضى. ورأيت رجلا من أمتي يزحف على الصراط، يحفو أحيانا ويتعلق أحيانا،
فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. اللهم صل وسلم على محمد. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فغلقت الأبواب دونه، فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. لا إله إلا الله. قال الحافظ أبو موسى المديني: هذا حديث حسن جدا. وقال ابن القيم رحمه الله من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم ويقول: أصول السنة تشهد له، وهو من أحسن الأحاديث. فهذا أيها المسلمون هذا حديث عظيم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه في الأعمال الصالحة المنجية من العذاب، فخذوا من كل واحدة منها بنصيب، فما أيسرها على من يسره الله عليه، إنه لا مشقة فيها ولا كلفة، وهي سهلة يسيرة يمكن للإنسان أن يأتي بكل منها أو يأتي بنصيب منها. اسمعوا الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.